السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في قناتي، قناه حنان رايف. اليوم ان شاء الله غادي نقوم بتحضير وصفه اللي الاساس ديالها هو الشوفان، الرايب وبذور الشيا. غادي نديروا مكونات اخرى كيف ما كتشوفوا في التبصيل. فالوصفه هي عباره عن اوفر نايت اوت، اللي هي الاساس ديالها كما قلنا انه كيكون فيها الشوفان. هاد الوصفه بالاساس هي كتوجد بالعشيه او في الليل، وكتبقى الليل كامل ترغد ليه الصباح عاد انه كياخذها الواحد. يعني هذا فطور كيوجد الواحد قبل فطور اللي كيبقى صحي. كيف ما ممكن انه توجدوها بالنهار وتاخذوها مرافقه العشاء ديالكم. فانا كناخذها يا اما في الوقيته ديال العشاء او لا في رمضان كناخذها في وقت السحور. دابا ندوزو للطريقه ديال تحضير هذه الوصفه وشنو المكونات الاخرى اللي انا كندير فيها. هذه بطريقتي. اول حاجه هذا الاناء نيت هو نيت اللي غادي نخدموا فيه. عندي هنايا تقريبا واحد 3 ديال المعالق تاع الشوفان. من الاحسن انه تختاروا الشوفان يكون الرقيق. وغادي نديرو، انا درت الرايب، اوكي. تقدروا ديروا الحليب، تقدروا ديروا كذلك ياغورت، تقدروا ديروا كذلك جبن كريمي اللي كيكون سائل. ليسونسيال في هادشي كامل انه خاصنا ماده حليبيه اولا من مشتقات ديال الحليب. غادي نضيف هذا كامل لانه مازال بالنسبه للبذور في الاساس هو كيكون فيها غير بذور الشيا. انا كنضيف ليها زريعه الكتان وكنزيد ليها كذلك حتى الزنجلان. بالنسبه للشوفان، زريعه الكتان، بذور الشيا، الزنجلان، هادو كلهم درت عليهم فيديو قصير او لا شورت غتلقاوهم في القناه عندي. هضرت على الفوائد ديال كل حاجه من هاد البذور. واخا يبان لكم بحال هكا انه جاري، لا. بذور الشيا وزريعه الكتان ملي كندخلوا هاد الخليط كامل للثلاجه وكتبقى على الاقل واحد 3 ساعات، راه كتبدا تطلق داك لو جيل ديالها، كيتجمع الخليط اكثر. كاين اللي كيزيد العسل، انا ما كنزيدش العسل، كنخليه هكا. دابا عندي مازال حنايا في البذور، عندي هنايا بذور نوار الشمس اولا الزريعه الكحله، وعندي بذور اليقطين اولا الزريعه الحمراء، بذور ديال الزريعه حمراء. هذا غير بغيت انه هكا تزيين، كيف ما ممكن انه ما ديروش كاع نهائيا. غادي نحطو هادي هنا، عندي هنا شويه ديال التفاح، فقط غير النص ديال التفاحه. تقدروا ديروا البنان، تقدروا ديروا الميرتيل، تقدروا ديروا البلاك بيري، اي حاجه عجباتكم تقدروا ديروها. لكم واسع النظر، تفننوا كما بغيتوا. هاد الوصفه علاش كتخاد بدرجه كبيره في وقت الفطور؟ لانه كتخلي الواحد يبدا نهارو بواحد الطاقه اللي هي مزيانه بزاف، حيت عندنا هنايا الالياف، عندنا هنايا البروتينات، عندنا المعادن، وعندنا كذلك الفيتامينات. فكيبقى النهار ديالكم كامل بطاقه وحيويه، ما كتحسوش نهائيا بالعياء او لا بالجوع نهائيا. فهذه جربتها ما مره ما جوج في رمضان، كنكون فريمون اون بون انرجي. هاد البذور حتى هما راه درت عليهم فيديو قصير. كما قلت، اللي كيفضل انه يدير العسل يقدروا يديروه هنايا في الخليط الاول اللي كنا درنا، او لا يديره غير هكا واحد السطر. دابا ما بقى لنا الا انه نسدو عليها، ندخلوها الثلاجه على الاقل 3 ساعات، وغايتكون واجده. الخليط غيكون متماسك وتناولوها بصحه وراحه.
نتمنى هو الاقتراح ديالي اليوم يكون نال اعجابكم. ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو في راسكم، الى فرصه قادمه ان شاء الله.